في عيد الجلوس الملكي الذي يحتفل به أبناء الشعب الأردني اليوم بكل ما يمثله من فخر واعتزاز لما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار بفضل حكمة وبعد نظر وقدرة الهاشميين على البناء والحرص على وحدة هذه الأمة ومصالحها، فأقاموا بناء شامخا راسخا وأصيلا يستند على دعم شعبي قائم على القناعة والرضا، حيث تسود مفاهيم الدولة العصرية في سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والحريات العامة والديمقراطية والتنمية الشاملة للجميع. في عيد الجلوس الملكي يستذكر الأردنيون في هذا اليوم المجيد كيف انتقلت الراية الهاشمية الخفاقة إلى يد فارس شجاع وأصيل من بني هاشم، جلالة الملك عبد الله الثاني، بعد أن نفذت إرادة المولى عز وجل بانتقال المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه إلى الرفيق الأعلى، وكيف أخذت الأمور على طبيعتها في شكل أبهر العالم الذي نظر بإعجاب إلى التجربة الأردنية في الحكم. في عيد الجلوس الملكي يتطلع الأردنيون بكل ثقة واطمئنان إلى ما استطاعوا إنجازه منذ أن تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مسؤولياته الدستورية، وكيف غدا الأردن في عهده منارة وأنموذجاً في البذل والعطاء والإرادة الحرة والصلبة القادرة على صنع المعجزات والتقدم في مختلف المجالات والأصعدة وفقاً لرؤية ملكية شاملة تراهن على إرادة الأردنيين وكفاءاتهم وإبداعاتهم ومواهبهم. وفي عيد الجلوس يوم 9 من حزيران ترتبط ذكرى الأردنيين ارتباطاً وثيقاً بيوم 10 منه، يوم الجيش والثورة العربية الكبرى في وطن التربة الهاشمية الطاهرة. واحتفالنا بالمناسبتين إنما يشكل امتداداً طبيعياً وإرثاً رسالياً للنهضة العربية التي قادها الشريف الهاشمي الحسين بن علي، فكانت الثورة العربية الكبرى تعبيراً واضحاً عن هذه النهضة المنشودة وسعياً لتحقيقها بتفجير جميع طاقات أبناء الأمة العربية واستثارة حميتهم وشحذ عزائمهم وصياغة إرادتهم السياسية في وطن عربي واحد وأمة متحررة من الظلم والعسف والاستغلال. وفي عيد الجلوس نستحضر المسيرة الممتدة منذ الرصاصة الأولى التي أطلقها الحسين الأول لتبدأ مسيرة الثورة العربية التي قادت إلى تأسيس إمارة شرق الأردن على يد الملك المؤسس عبد الله الأول، وصولاً إلى العهد الزاهر للحسين بن طلال الباني والمشيد، والذي رسخ أسس الدولة الأردنية الحديثة وأقام مؤسساتها على النظام والقانون، حتى وصلت الرسالة والراية الهاشمية المظفرة إلى يد الملك المعزز قائد مسيرة الإصلاح والتغيير والديمقراطية عبد الله الثاني. لذلك كله نحتفي بهذا التاريخ الحافل بالعطاء والبناء الذي كانت حصيلته هذا الوطن النموذج الذي نزهو بمحبته وعطائه بين البلدان.
وفي عيد الجلوس الملكي يفاخر الأردنيون بملكهم ويقرؤون بارتياح الصفحة البيضاء الخالدة لوطنهم وشعبهم وقيادتهم في سجل التاريخ المشرق الذي سطروه بدمائهم وتضحياتهم ودموعهم، وما أنجزوه من أعمال عظيمة على مدى الأيام والسنين في مسيرة ستتواصل إنجازاتها وبلوغ أهدافها، والتي يبذل جلالة الملك كل جهوده من أجل تحقيقها، وهو يصل الليل بالنهار ويتواصل مع أبناء شعبه في مدنهم وقراهم ومخيماتهم وبواديهم ليغدق عليهم مكرماته ومبادراته في توفير سكن كريم لعيش كريم للشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود. في عيد الجلوس الملكي يولي جلالة الملك مكانة خاصة للشباب بصفتهم قادة المستقبل ورواده عبر سلسلة اللقاءات والحوارات التي يقودها معهم، وخصوصاً في إطار هيئة كلنا الأردن التي باتت تؤطر العمل العام وتضع الأسس والمحددات لإطلاق طاقات الشباب واستثمارها. في عيد الجلوس الملكي يجدد الأردنيون وفي مقدمتهم شباب الأردن العهد والوعد والوفاء والولاء والمحبة لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني، بالمضي قدما معه وبه وخلف قيادته الفذة التي استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات المعجزات في فترة زمنية قصيرة. في عيد الجلوس الملكي يهتف الأردنيون بصوت واحد: عاش الملك والمجد للأردن.